عمرك سألت نفسك ليه دي تول بتخلص على 99.9 من الجراثيم مش على 100%؟ أصل بيني وبينك دي تول فكرتني بحاجة كده، تعال أما أحكيها لك. الباشا محمد علي لما اتعرض عليه قناة السويس عارف قال لهم إيه؟ قال لهم مش عايز. قالوا له يا باشا، قال لهم ده المشروع ده هيودي مصر في حته تانية زي البيستاشيو كده. قال لهم ما انا شفت بنفسي. اصل محمد علي جه على باله على طول اللي حصل في مضيق البوسفور التركي، اللي هو مضيق البوسفور والدردني، واللي كان سبب ان اوروبا كانت على طول بتنخر ورا تركيا لحد ما خربتها وقعدت على تلها. فمحمد علي ولانه كان راجل واعي قال لهم لا اريد بوسفورا اخر في مصر. بس لما الباشا اتكل على الله والاحتكار اتلغى، بدأت أوروبا تنخور تاني ورا ولايته لحد ما لقت أخيرا مدخل، وكان مدخل الخديوي سعيد. كان ليه صديق اسمه ديريسيبس، ولأن الصاحب ساحب فضل بيبو ورا سعيد لحد ما أقنعه بقناة السويس بأي طريقة بقى، بمكرونة، بلسان عصفور، ده مش موضوع. برغم القناة فعلا كانت نقلة، إلا أن شروطها داست جامد على المصريين. فخد عندك يا سيدي 99 سنة كاملين أوروبا هتنتفع بالقناة. طب ليه مش 100 يا رسلان؟ اسأل دي تو. والحكومة هتسلم الشركة اللي هتحفر كل الأراضي اللي هي عايزاها، وكمان من غير ضرائب، وهتحفر ترعة مية عذبة للناس اللي شغالة على المشروع. وبالمناسبة الترعة دي اتسمت بترعة الإسماعيلية. ولو الأراضي اللي بيتحفر فيها دي تلاقى فيها منجم ذهب أو غيره، فالشركة ليها حق إنها تاخد اللي هي عايزاه، وكمان من غير ضرائب. وأربع أخماس العاملين في المشروع هيكونوا مصريين. هتقول لي مش مهم يا رسلان، لما القناة تشتغل هنكسب دهب. هقول لك مصر هتاخد 15% بس من صافي الارباح. خلاص يا رسلان، المهم ان مصر هيبقى ليها نسبه في المشروع. هقول لك اقعد ساكت. النسبه لا تتعدى ال 44% من اسهم الشركه، يعني اقل حتى من النص. والكبيره بقى ان النسبه دي كمان استخدمتها مصر عشان تسدد ديونها بعدين. خلاص يا رسلان، مش مهم فلوس خالص، المهم ان التجاره تبقى زي الفل. صح، بس ما تنساش ان التجاره كمان جابت معاها الاجانب عشان يتحكموا في القناه. بس تفتكر ليه سعيد اصلا وافق على كل الشروط دي من الاساس؟ قول لي في الكومنتات. سلام.